السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كحك العيد. كل عام وانتم بخير، العيد على الابواب. معايا هنا 4 كيلو من الدقيق، جبتهم ونخلتهم كويس جدا. ومعايا لكل كيلو من الدقيق نص كيلو من الزبدة او السمنة او خليط ما بين الاتنين. وفوق كل نص كيلو حتة كمان كده قد البيضة، عشان بس الكحك يبقى دايب وحلو. هرفعهم على النار. انا عايزاها تفك، بس عايزه الزبده تفك، مش عايزاه يقدح. يعني مجرد ان انا افكك الزبده. هنا معايا لكل كيلو نص من الدقيق باكو من البيكنج باودر. في ناس بتحط لكل كيلو دقيق باكو باودر، انا بستكتره بصراحه. بس انا عامله ب3 كيلو 3 بيكنج باودر ل4 كيلو دقيق، وطلع جميل. تمام. معايا هنا لبن رايب، انا جبت اللبن حليب وحطيته في حله وسبته على الرخامه في المطبخ كده لحد ما راب لوحده، من غير ما نغليه ولا حاجه. انا ما بعجنش بالميه، بعجنه باللبن الرايب. هنا هنحط معلقه من الملح، ونفضي البيكنج باودر 3 باكو بيكنج باودر على 4 كيلو دقيق، ونقلبهم كويس كده. وهنحط الفانيليا، وهنحط بشر برتقال مطحون اللي احنا كنا عاملينه، هو بديل الفانيليا، كنا عاملينه على القناه، ممكن ترجعوا له لو حابين. بالشكل ده. كده هنقلبهم بقى مع بعض، وكده السمنه تكون قدحت، تكون ساحت، هننزلها. احنا مش عايزين السمنه تقدح يا جماعه، احنا بنسيحها بس. هننزلها بعد كده على دقيق ونقلبه كده، وبعد كده ناخدها نبسها ما بين راحه الايد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودي خطوه مهمه جدا جدا لنجاح الكحك. هنقعد بتاع 10 15 دقيقه كده نبس فيها بالشكل ده لحد ما تبقى حبيبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هننزل بحبه من اللبن الرايب عليهم كوبايه من السكر. مش هننزل باللبن الرايب نوبه واحده برضو، هننزل حبه بحبه، او باي سائل انت بتعجني بيه. هتنزلي حبه بحبه، عشان في عجين بيشرب ميه، بيشرب بسوائل كتير، وفي عجين ما بيشربش بالشكل ده. وهتقعدي بقى تفتحي فيها، ودي خطوه تانية مهمه جدا بالنسبه للكحك. تفتحي فيها كويس بالشكل اللي انت شايفاه ده، وتلمي بقى العجين حوالي برضو 10 دقايق كده. وبعدين تلميه بالشكل ده وسيبيه يرتاح حوالي 10 دقايق كمان عشان تعرفي ايه تقطعيه. معايا هنا ملبن، انا جبته وقطعته كور صغيره كده بالشكل ده، ورشيت عليه نشا عشان بس ما يلزقش في بعضه، يبقى سهل ان انا اشيله على قد قطعه العجين اللي انا هستخدمها. ومعايا عجوه. العجوه دي كنت انا عاملاها قبل كده على القناه، من البلح الرطب. ممكن ترجعوا لها برضو لو حابين. طريقتها سهله وجميله ونظيفه، وضمنها كمان لا فيها رمل ولا غيره. كده هنبدأ الأول نعمل القرص اللي هي بالملبن. هناخد قطعة العجين على صغيرة، ونحط فيها قطعة من الملبن، ونلفها بالشكل ده، ونسيبهم بس شوية كده على جنب يتشمعوا، عشان ايه يبقى سهل ان انت تنقشيها. انا بنقش بالمنقاش العادي. ميزة الكحك اللي هو بالبيكنج باودر ده انه سهل جدا، ان انت مجرد انت تخلصي هتسويه على طول، مش هتستني لا تخمير ولا غيره. تمام. بالشكل ده هنبدأ بقى في الكحك المفتول، اللي احنا كنا زمان بنسميه كحك الفرح، اللي ما كانش فيه فرح في الدنيا بيخلى من غير الكحك ده. الحمد لله. هنجيبه بقى وناخد قطع عجين كده ونكسرها بالشكل ده. يعني نكسرها يعني نعملها صوابع صغننه بالشكل ده، وبعدين نبدأ نفرد رول بالشكل ده، وبعدين نعملها على هيئة كحك كده، ونحطها برضو ونسيبها تشمع عشان تبقى سهلة في النقش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمشي بيها كده وترجعي بيها لقدام تاني، وبعدين ايه تروحي لفاها بالشكل ده. تمام. يا رب تكون تنول اعجابكم، واتمنى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. كده خلصناها. هنرصها في الصاج بتاعها اللي هيدخل بيها الفرن. انا برص كل نوع لوحده كده. هنبدأ بقى في اللي هو القرص اللي هي بالعجوة، قطعة العجينة وحتة على قدها من العجوة بالشكل ده.
هنخلصه. بس انا هميز اللي هو بالعجوة باني بعصاية الكيك بوبس هروح مخرماها من النص بالشكل ده، واروح نقشاها بقى، عشان عندي مجموعة بتحب بالملبن ومجموعة بتحب بالعجوة، ولو اللي بيحب الملبن خد عجوة هيرميها فمش هياكلها، فده مش وقت اصلا حد يرمي فيه حاجة. بالشكل ده، وحطها برضو في الصينية بتاعتها بالشكل ده. طبعا انا مسخنه الفرن، ندخل الفرن على طول التسوية، طبعا على طول عالي في الاول، بعد كده نخليها على نار متوسطة لحد ما تستوي وتاخد لون من فوق ولون من تحت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب العالمين. جميلة العجينة وهشة جدا ما شاء الله، وطرية وناعمة. والى اللقاء في فيديو جديد.